السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الواضح أن الموقع الجغرافي للمغرب جعله معرض لعدد كبير من التهديدات، فالجيران جيران السوء يتوعدون ويهددون، وهم يحلمون بإقامة حرب عشواء مع المغرب. أيضا نجد بأن هناك تهديد الجبهة الانفصالية الشرذمة الانفصالية، جبهة البوليزاريو، دائما تخطط لإحداث القلاقل وإحداث الفتن في الجنوب وفي الصحراء المغربية. لذلك استعد المغرب استعدادا عسكريا مهما لهذا الغرض، والهدف من الاستعدادات العسكرية للجيش المغربي هو درء المخاطر التي تحدق به. فحصول المغرب على الطائرات بدون طيار، وخاصة منها البرقدار التركية، جعله يتحكم في حدوده الصحراوية ويبسط كامل سيادته وسيطرته على كامل صحرائه وكامل أقاليمه الجنوبية. وقد أصبح من الواضح أن هذه الطائرات بدون طيار تؤدي وظيفة دفاعية مهمة، إلى درجة أن الجبهة الانفصالية تشكو من هذا السلاح الفتاك الذي يؤدي دوره كما يجب. عملت الجبهة الانفصالية على إحداث فريق من الغواصين أو ما يعرف بالضفادع البحرية، وهم مجموعة من الغواصين أوكلت إليهم مهمة التسرب إلى المغرب من الحدود البحرية مع موريتانيا لإحداث القلاقل في البحر وفي المياه الإقليمية المغربية. لكن المغرب استعد لهذا الخطر المحدق به بشكل قوي، وذلك بحصوله على مراكب مسيرة انتحارية تحمل صواريخ يمكنها أن تقوم بأعمال بنفس العمل الذي تقوم به البرقدار والطائرات بدون طيار، الدرونات، في الحدود البرية، في الحدود المائية كما في الحدود البرية. أصبح المغرب محصنا بشكل كبير من هذه التهديدات بواسطة البرقدار على مستوى البر، وبواسطة هذه المراكب المسيرة في المياه. تعتبر هذه المراكب المسيرة عبارة عن غواصات صغيرة يمكنها أن تغوص في البحر، ويمكنها أن تقوم بدوريات الحراسة، ويمكنها أيضا أن تقوم بعمليات الاستكشاف البحري، وهي غواصات مزودة بكاميرات ومزودة بأدوات استشعار ورصد لكل التحركات الممكنة في البحر والسماء والأرض. لذلك يمكن اعتبار هذا السلاح سلاح فتاك، إذ أنه يمكن أن يتحول في أي لحظة إذا ما كان هناك تهديد حقيقي من غواصة أو طائرة أو باخرة أو فرقاطة أو مدمرة معادية، يمكنه أن يتحول إلى مركب كاميكازي انتحاري، وهو باستطاعته أن يحمل طن ونصف من المتفجرات، ويمكنه أن يتحول إلى طوربيد ويتجه مباشرة إلى الهدف. كما أنه يمكنه أن يقوم بمهام استكشافية لباطن البحر وللأعماق، والبحث على الأشياء المهمة، وخاصة البحث الجيولوجي الذي يعول عليه المغرب في استكشاف آفاق جديدة وفي استكشاف مصادر جديدة للثروة. يعد هذا المركب المسير في الحقيقة، وهو يمكنه أن يسير على سطح البحر كمركب شراعي، وهو يتوفر على شحن ذاتي بواسطة الطاقة الشمسية وبواسطة الطاقة الريحية. لذلك هو لن يحتاج أبدا إلى التزود بالوقود أو بالغاز أو ما شابه.
فهو يكتفي بنفسه ويمكنه أن يقوم بدوريات حراسة لأيام وهو مسير من البر أو من غرفة العمليات. يعد هذا المركب المسير العسكري في الحقيقة بمثابة طائرة بدون طيار لكن على مستوى الماء، ثم إنه يعد عمليا وذو جدوى بالنسبة للجيوش التي لا تمتلك غواصات. يمكن أن نعرف بأن الغواصات تحتاج إلى أموال طائلة، فالغواصة الواحدة يمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 25 مليون دولار، في حين أن هذا المركب الصغير لا يتجاوز ثمنه المليون دولار. إذا يمكنك الحصول على سرب من هذه المراكب يتكون من 30 إلى 40 مركبا مسيرا حاملا لأسلحة نوعية مصممة لهذا الغرض، أحسن من أن تمتلك غواصة ويمكن لهذا السرب أن تحرس به حدودك، ويمكنه أن يؤدي أدوار غاية في الدقة أحسن بكثير من الغواصة. غواصة واحدة ب25 مليون دولار يمكن تدميرها بهذا المركب الذي يساوي مليون دولار، ويمكنه أن يتحول إلى مركب كاميكازي وهو يحمل عبوة ناسفة يمكن أن تأتي بالغواصة إلى الهلاك، ويمكنه أن يفنيها هي وطاقمها. هذا المركب الميزة الثانية والثالثة بالنسبة لهذا المركب وهي أنه يمكنه أن يدخل في معركة ويحقق نتائج باهرة، ويمكنه تدمير معدات العدو بطواقمها، في حين أن الذي يسيره يوجد بمأمن من كل هذه الأخطار. لذلك فالتكلفة البشرية في حالة دخول هذا السرب في حرب أو معركة مع أي جيش آخر بحري، فالتكلفة البشرية ستكون صفر. لذلك يعد الحصول على هذا السرب من هذه المراكب إضافة نوعية للجيش المغربي، ويمكنه بواسطة هذا السرب أن يعوض النقص الحاصل فيما يخص الغواصات. الجيش المغربي يعزز قدراته الدفاعية في البر كما في البحر كما في الجو، وهو يتطور يوما على يوم. وفي الأخير نشكر القائمين على أمن هذه المملكة المغربية الشريفة، وشكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم.